يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. صباح جميل عليكم يا احلى متابعين. عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. رجعنا بقى من اجازة العيد، واول حاجة عندنا هنعمل مع بعض حاجة حلوة فخمة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. هنعمل تورتاية حلوة جدا. معلش الفيديو طويل شوية، بس هتاخدوا كل التفاصيل الصغيرة والكبير، كل حاجة في الفيديو ده. تورتاية سهلة بسيطة، تورتية فانيليا. هنعملها مع بعض من اول الاسبونج لحد ما توصل للشكل النهائي اللي انتوا شايفينه ده. طبعا التورتيه دي مش معموله لاي حد، دي معموله لبنت حبيبتي. طبعا كل سنه وهي طيبه، تمت ال6 سنين العمر كله وهي معايا. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه معانا 6 بيضات بدرجه حراره المطبخ. ضفنا عليهم نص معلقه صغيره من الفانيليا. يا ريت البيض بتاعك تجيبيه كبير، تمام. وبلاش البيض الابيض يا جماعه، زفرته بتبقى عاليه في الكيكه. ضفنا عليهم نص معلقة من الفانيليا زي ما قلت، نص كوباية من المية. ضفنا عليهم نص كيلو من سبونج الفانيليا، معلقة صغيرة من محسن الجيلي. تمام. شغل عليهم المضرب او العجان، اي حاجة متوفرة عندك، بس مش هينفع لا خلاط ولا هينفع مضرب يدوي. تمام. بنفضل نضرب فيها حوالي 7 دقايق، من 7 ل10 دقايق، لحد الخليط بتاعنا ما يتضاعف وقوامه يبقى لونه فاتح كده وتقيل. تمام. هنشوف مع بعض كل حاجة مع بعض، كل التفاصيل هقولها لكم. صينية بتاعتي مقاس 24، وكمان تنفع في صينية 26. الفرق ما بين الصينية ال24 وال26: الصينية ال24 هتطلع معاكي التورتاية 4 طبقات، الصينية ال26 هتطلعها 3 طبقات. ده الفرق، ان دي هتبقى عالية ودي هتبقى واطية شوية. لو صينية عالية زي ما انتم شايفين، انا ما ببطنش الجوانب لا بزيت ولا بزبدة ولا بورق زبدة ولا بأي حاجة. ببطن الأرضية بس بورقة زبدة كده زي ما انتم شايفين، وبنزل بالسبونج بتاعي. لو ما عندكيش وعندك صواني من العادية خالص بتاعت المطبخ العادية، اعملي لها سور، يعني حطي فيها ورقة زبدة من تحت واعملي لها سور بالورق الزبدة، عليه وفضي فيه، شغالة معاكي مش هتقول لا. او في حلة اي حاجة متوفرة. بعد ما نزلت بالسبونج بتاعي كده، بجيب خله من بتاعه الشيش طاووق الطويله دي، وابتدي ان انا اقلب عشان اظبط السبونج بتاعي في قلب الصينيه، من غير هبد من غير حاجه، عشان ميبقاش فيه فراغات من جوه. فرن شغال على درجه حراره 200. بدخلها الفرن، بتاخد معايا ساعه. طبعا ممكن تاخد معاكي اكتر من ساعه. ادخلها الفرن على درجه حراره 200 مسبق التسخين. بعد ما بتستوي بعملها اختبار كده، بتاكد ان هي استوت تمام. بطلعها من الفرن وبسيبها حوالي 10 دقايق مش اكتر. 10 دقايق الصينيه بس بتاعتي تبرد. بجيب السكينه وابتدي افرغ الجوانب بتاعتها كده زي ما انتم شايفين، واقلبها. بتطلع معاكي بمنتهى السهوله اهو. شايفين الاسبونج بتاعنا عامل ازاي؟ حلو جدا جدا جدا، ومستوي حلو قوي. شايفين ما شاء الله تبارك الله. ده الفرق ما بين الصينية 24 وال26. دي هتدينا 4 طبقات، والتانية هتدينا 3 طبقات. طبعا انا بحب اعمل الكيك قبلها بيوم، فبحب دايما ان انا اعمله قبلها بيوم، عشان لما تيجي تقطعيه ما يفرولش منك ومش عارفة ايه، والكيك كده يكون مخدوم. عملته قبلها من بالليل، ودخلته كيس كده بعد ما برد وشلته في التلاجة. لازم يبرد تماما يا جماعة، اوعي تشيليه سخن. تاني يوم بقى جبت كوباية كبيرة من الكوباية المعيارية دي، يعني 8 كيلو من الكريم شانتيه. حطيت على نص كوباية من السكر البودر، حطيت عليها كوباية وربع من المية المثلجة. تمام. ما عندكيش سكر بودر، استخدمي السكر الخشن بس، اضربيه الأول مع المية عشان يدوب، وبعدين انزلي عليهم بالكريمة. بنضربهم مع بعض لحد ما نوصل للقوام اللي هتشوفوه معايا ده. هو ده القوام المظبوط، المقادير مظبوطة جدا. دي يعني التمن بيعمل تورتايه، التمن كوبايه كبيره مليانه من الكوبايه المعياريه. تمام. جبنا الكيكه بتاعتنا اهو. تاني يوم بنبتدي نشيلها كده، هنلاقي الوش ملزق ويطلع معانا في الكيس. شايفين؟ هو ده اللي احنا عايزينه. الوش ده يا جماعه بيترمى، ما بيتاكلش ولا حاجه، بتبقى طبقه كده خفيفه بس، يعني لما زفرت البيض وملزقه كده. فاحنا عايزين لما ناكل التورتايه بتاعتنا ما يبقاش في حاجه بتلزق في البيض. تمام. لما كده وشلناه، ونتخلص منه على طول. نبتدي بقى نقطع التورتايه بتاعتنا.
انا شايفين ما شاء الله تبارك الله. انا ظابطه المنشار بتاعي على 9 وهبتدي اقطع. عايزه اقول المنشار ده حلو قوي 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 بجد. شايفين الطبقات؟ حابه هتطلعها اوردر وحابه تعمليها على 3 مفيش مشكله. تقدري تعمليها على 3 والطبقه الاخرانيه تحتفظي بيها، تعمليها كبات، تعمليها زي ما انت عايزه يعني. تمام. ادي الكيكه بتاعتنا، شايفين حلاوتها وجمالها؟ طريه جدا. هنا بقى كل الحاجات اللي انا محتاجاها. محتاجه التورته، الكيكه، محتاجه الكريمه، محتاجه شربات خفيف او ميه بسكر، اي حاجه حسب المتوفر، اي حشوه انت حباها، اي صوص عندك، صوص كراميل، صوص شوكولاته، مش حابه تحطي اي صوصات من جوه، حابه تكتفي بالكريمه بس، مفيش مشكله. انا هنا خدت اول حاجه كده حبه من الكريمه على القاعده بتاعتي عشان اثبت التورتايه، وابتديت ان انا اسقيها، وبعدين باخد جزء من الكريمه وابتدي ان انا اسويه عليها. مش تكتريش يعني، حاولي تظبطيها عشان ما تطلعش منك حته تخينه وحته رقيقه، تطلع التورته بميل. تمام. هحط لها بقى صوص شوكولاته. طبعا لو عندك صوص كراميل يكون احسن. هو يعني انا حبيت ان انا طعمها بالشوكولاته لان طبعا هي فانيليا، فعايزه اخلي فيها طعم الشوكولاته مع الفانيليا بيبقى حلو جدا. فحطت لها صوص شوكولاته كده زي ما انتم شايفين، وحط شويه من الكريسبي برضو. طبعا الحشوه دي ترجع ليكي، اي حاجه انت حباها حطيهم. ممكن تحطي مكسرات، ممكن اي حاجه، اي حاجه يا جماعه تيجي في بالكم ممكن تتحط. بنبتدي نظبط كده ونسقي، وهكذا وهكذا في كل الطبق لحد ما نقفل معانا التورتايه. بصوا انا مش هقطع الفيديو ولا هعمل حاجه. الفيديو ده يا جماعه من غير مونتاج، من غير اي حاجه يعني، على الطبيعه. عشان في ناس كتير بتبعت تسالني طب ده ازاي وده ازاي، انت بتنزلي التزيين بس، انت بتنزلي التقفيل بس. اهو الفيديو كامل، برغم ان انا منزله كذا مره الفيديو كامل اهو يا جماعه من الاول للاخر، وبقول على كل الحاجات اللي ينفع تعمليها وينفع تستغني عنها، يعني الضروريات ومش الضروريات. شايفين انا عملت عملت كده طبقتين، دي التالتة. نظبط شكلها، مش عايزينها تطلع مميلة. وما تحطيش الطبقات غير بالترتيب زي ما قطعتيها، عشان لو حطيتيهم غير الترتيب، لان طبعا يعني هتلاقي الطبقة من فوق غير من تحت. تمام. ما يبقاش في النص كده واحدة داخلة وواحدة طالعة ومش عارفة ايه. سهلة جدا وبسيطة. طبعا تقدري تعملي مشروع من البيت، تقدري تاخدي كورسات وتحسني من نفسك. يا جماعة اعملوا الحاجة في البيت اوفر بكتير جدا ما هتشتروها من بره. وزي ما انتم شايفين الطريقة سهلة وبسيطة مفيهاش افتكاسات يعني. واللي بيحب حاجة بيتقن فيها كمان، يعني انت لو حابة الموضوع بجد من قلبك هتتقني فيه. لازم نسقي كل الطبقات. ناخد بقى الكريمة بتاعتنا، نحط الكمية حلوة بقى، يعني هنا عشان التجليس لازم نحط كمية ونجلس ونرجع ناخد كريمة زي ما احنا عايزين. مش عايزين فرافيت من الكيكة تطلع معانا. شايفين؟ امسح الجوانب كده اهو. ناخد بقى كمية من الكريمة حلوة ونغطي كل الكيكة الباينة دي. بنحط الكريمة من فوق ونبتدي ننزل بيها على الجوانب يا جماعة. تمام. هو ده الصح. شايفين السكينة اللي انا بعمل بيها دي مش سكينة حادة ولا حاجة، دي حلوة جدا جدا في التجليس وتنعم معاكي وكده. وهقول لكم كمان ازاي هننعمها ونطلعها ملساء جدا جدا بالسكرابر طبعا.
ادوات بسيطة جدا بس هتسهل عليكي كل حاجة. حتى لو انتي ست بيت مش بتشتغلي، هاتي الحاجات دي هتفيدك جدا جدا. على الاقل هتفرحي ولادك وتعملي في المناسبات، تعملي لهم في اعياد ميلادهم يعني، وتفرحيهم في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها دي. تمام. ببتدي اخد كده واحط في الحتت الفاضية. اول حاجة جبت المنديل عشان في فرافيت من الكيكة كده على على القاعدة بتاعتي، وانا مش عايزاها تطلع في الكريمة. تمام. احط على الحتت الباينة، الحتت اللي انا حاسة ان مفيهاش كريمة كتير، مش متجلسة حلو، وابتدي الف كده. طول ما انت بتلف بتشيلي زيادة من الاماكن اللي فيها زيادة، تحطي في الاماكن اللي فيها حتت باينة. تمام. طبعا بنمسح من فوق، لان طبعا كمية الكريمة كلها من فوق. بنجيب السكرابر زي ما انتم شايفين، بنغسله، لازم يكون مغسول يعني فيه نسبة بسيطة من المية، ونبتدي نمشي عليها كده عشان ننعمه وما يكونش بقى فيه حتة نازلة حتة طالعة، يبقى مظبوط كله. ونبتدي نعمل من فوق كده عشان ايه ما يبقالهاش حرف. تمام. نمسح بالراحة يعني ما تضغطيش عليها. وبس كده، ادي التورتاية كده تعتبر خلصت. الفينش الاخراني ده اسهل مما يكون. جبت سكرابر مشرشر زي ما انتم شايفين، وهبتدي اخططها. مش عايزه تخططيها برضو انت وراحتك. ما عندكيش السكرابر المشرشر، ممكن شوكه، ممكن ترانش اللي بنقطع بيه عادي جدا. عندي شويه كريمه كده في كيس حلواني، هبتدي اعمل بها الروزيتات كده زي ما انتم شايفين. بحاول ان انا اعملها صغيره، مش عايزاها كبيره قوي. طبعا بص البطه اللي طالع منها ده هنيمه دلوقتي بايه، بكريسبي، مش هنسيبه واقف كده، ويبقى شكله حلو. انا هعمل التورتيه بتاعتي على نصين زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو. نص هكتب عليه الاسم بجل تلميع ابيض او صوص شوكولاته بيضه، والجزء التاني هعمله بمربى حليب. هجيب سكينه الاول وانصص التورتيه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين اهو، عشان لما اجي احط الكريمه في النص ابقى ظبطها. بعمل روزتات برضو من الكريمه، بس عندي بقى مربى حليب. النص الاول هحط فيه مربى حليب اهو زي ما انتم شايفين. عندي بلبله صغيره اللي هي زي بتاعت البيتي فور كده، نفس البلبله اللي انا عامله بيها الروزيتات بس على مقاس اصغر. حطيت مربى الحليب في كيس حلواني، وابتديت ان انا اعمل بيها اشكال كده زي ما انتم شايفين. كل ما كانت صغيره كل لما ادت منظر احلى. شايفين واخداها داير ما يدور، شكلها حلو جدا. بس كده. تقدري كمان تعمليها نوتيلا، تقدري تعملي الجنب التاني نوتيلا انتي وراحتك. يعني لو حابة تطعميها بالنوتيلا، تقدري تعملي الجنب التاني برضو روزيتات من النوتيلا كده، او الجناش، اي حاجة انت حباها. بس انا حبيت هي عايزة تكتب عليها اسمها، فانا حبيت اعمل ايه، حطيت الصوص الابيض ده يا جماعة يا صوص شوكولاتة يعني لو راح تشتري من عند مستلزمات الحلويات، قولوا له عايزة جل تلميع للترط، او صوص ابيض. بس مش تجيبي تلميع من بتاع الفاكهة، لا، للترط، جل تلميع للترط منه ابيض واسمر. تمام. جبت شويه من الكريسب كده زي ما انتم شايفين، وابتديت احط على بيض البطه اللي قلت لكم عليه. جبت الذهبي وقلت هيبقى شكله حلو مع الفانيليا، وكمان مع الالوان هيبقى متناسق.
طول ما انتي بتشتغلي هيجيلك افكار واعمل دي، ساعات تبقي داخله هتعملي حاجه معينه تقلب معاكي بحاجه تانية. تمام. وعملت برضو شويه روزيتات من تحت كده عشان تديها منظر حلو، وكمان تعلي التورتايه معايا. هضيف برضو عليها كريسبي بني، بس هنا كنت هحط الاسم، كنت عايزه اوقفه كده وحسيته هيقع، فابتديت ان انا انيم. تمام. طبعا جنى حبيبه قلبي، كل سنه وهي طيبه يا رب، والعمر كله وانتي معايا يا روحي، ان شاء الله السنه الجايه اعمل لك احلى واحلى. فرحة بنتك وانت كده عامله لها مفاجأة، عامله لك تورتايه ولو حاجة بسيطة بس مفرحاهم. انت عارفة لو عملتي لها كيكاية بس، يعني كيكة عادية، اي حاجة فرحي ولادك يعني، ملهمش ذنب في الحياة اللي احنا عايشينها والمسؤوليات الكبيرة والكلام ده. حاولوا تبسطوا ولادكم على قد ما تقدروا، لان احنا عايشين عشانهم. تمام. اه. ادي التورتايه بتاعتنا، حطيت كمان كريسبي كور كبيره من البني، وحطيت من تحت كور صغيره من البني، حلوه جدا 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 زي ما انتوا شايفين. يعني احكموا انتوا، تعملها من الالف للياء بطريقه سهله وبسيطه. ممكن تزيني يكون ابسط من كده بكتير. طبعا بنوتي العمر كله يا رب 6 سنين، فجبت لها كمان شمعيه 6 سنين كده زي ما انتوا شايفين، وحطيتها لها فيها. كفاية الضحكة والفرحة اللي بنشوفها في عيونهم لما يشوفوا الحاجات الحلوة اللي احنا عاملينها. بصوا الجمال، بصوا العسل. انت لو هتشتري واحدة زي دي من بره هتكلفك قد ايه؟ يعني لو اقل تورتايه بره دلوقتي بقد ايه؟ مهما تكون هتعملها في البيت، هتعملها بأبسط الطرق والمكونات والخامات، وعلى قد ايديك. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.